السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندك بقى كيس مكرونة سباكيتي وحتة لحمة مفرومة في التلاجة، مش عارفة تعملي بيهم ايه. تعالوا اقولك على وصفة بجد تحفة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا هنا بقى طاسة على النار، نزلت فيها بحبة زيت. بعد كده اول ما الزيت سخن معايا نزلت فيها بنص كيلو من اللحمة المفرومة. هقلبهم بقى كده كويس. اول ما ابتدت بقى تاخد معايا لون كده في قلب الزيت، دخلت على سوا. بصوا هنا كنت بفتفت اللحمة. بعد كده هنزل عليها بقى ببصلة كبيرة متقطعة. هقلبهم بقى كده مع بعض شوية لحد ما البصل بتاعي يدبل. بعد كده هنزل بقى بالبهارات بتاعتي، معايا ملح، فلفل اسود، بابريكا، 7 بهارات، مكعب مرقة، قرفة. هنزل من كل حاجة بنص معلقة صغيرة. هقلبهم بقى كده كويس، وبعد كده هنزل بحبيتين كبار من الطماطم متقطعين مكعبات. هقلب بقى كده الطماطم في اللحمة بتاعتي كويس. بصوا اول ما ابتدت بقى الطماطم بتاعتي تغلي هغطيها بقى واسيبها لحد ما تتسبك بالشكل ده معايا. كده اللحمة استوت معايا تماما، هطفي بقى عليها النار وهنزلها من على النار. انا عايزة الصوص بتاعي كده. يلا بقى بينا نسلق المكرونة. معايا مية مغلية على النار، هنزل فيها بمعلقة كبيرة من الملح. بعد كده هنزل بالمكرونة الاسباجيتي. المكرونة الاسباجيتي انا قسمها نصين بس. ده كيس من المكرونة. بعد بقى ما سلقتها كده هصفيها بس، ولا هغسلها ولا احط عليها زيت ولا اي حاجة، هسيبها زي ما هي. بصوا بالشكل ده. هنا ولا حطيت عليها زيت ولا غسلتها ولا اي حاجة. بصوا الواحدة بوحدتها، ولا مهرية ولا اي حاجة. هركنها بقى على جنب. معايا هنا حلة على النار، هحط فيها 4 معالق من الزيت، وهنزل عليهم ب4 معالق من الزبدة او السمنة اللي متوفر عندك. اول بقى ما الزبدة تسخن كده وتسيح معايا، بصوا بالشكل ده. هنزل بقى عليهم ب8 معالق كبار من الدقيق. هقلبهم بقى كده في بعض كويس. هسيب بقى الدقيق بتاعي يستوي تماما على النار. بصوا كده الدقيق بتاعي بدأ ان هو يستوي. هطفي بقى النار عليه. بعد كده اول ما برد شويه بقى هنزل بلتر من الحليب، واقلبهم بقى كده في بعض كويس. وبعد كده ايه، هولع النار تاني عليه. كده بقى ولعت النار، هفضل بقى اقلب فيه باستمرار عشان ما يكتلش معايا ولا اي حاجه. هنزل بقى بمكعب من المرقه وال7 بهارات وملح. هظبط الملح بتاعي. بس خلي بالك ان انتي هتحطي ملح في اللحمه، وملح في المكرونه، وملح في البشاميل. بعد كده اول بقى ما الصوص تقل معايا نزلت كده بحبه جبنه. والجبنه اختياري، لو ما مش متوفر جبنه ما تحطيش. هقلبهم بقى كده في بعض كويس، بس الجبنه بصراحه بتديها قوام تحفه. بصوا قوامها بعمل ازاي. سيبها بقى اول ما تعمل بقبقه كده على البوتاجاز، وبعد كده ايه هطفي عليها. بصوا عامله ازاي اول ما الجبنه ساحت. هطفي بقى عليها النار. هنا بقى معايا المكرونه بتاعتي، هنزل بنص صوص البشاميل اللي انا عملته. وهنزل كمان بحبه لحمه من اللي انا عصقتها، يعني نص الكميه. على حسب ما انت عايزه تحطي، علشان بس ايه نوزعهم في كل المكرونه، تبقى كل المكرونه متغلفه بالبشاميل واللحمه. بعد ما قلبتهم كده كويس مع بعض، بصوا بالشكل ده. هركنهم بقى على جنب. هجيب بقى صينيه تدخل الفرن معايا، اي صينيه عندك. هنزل فيها بنص كميه المكرونه. هفردها بقى كده معايا في الصينيه بالشكل ده. بصوا مش هخلي حته باينه. بعد كده هنزل بحبه بشاميل، يعني معلقتين كبار كده من البشاميل، وهفردهم كده. هنزل بقى بنص كميه اللحمه اللي انا شايلاها.
وهوزعها في الصينية كلها. بصوا بالشكل ده. بعد كده بقى نزلت بنص كمية المكرونة اللي فاضلة معايا، هوزعها بقى في الصينية كده. وبعد كده هنزل بباقي البشاميل اللي انا شايلاه، هفرده بقى كده في الصينية، مش هخلي حتة باينة من المكرونة. بصوا زي كده. بعد كده بقى هديها رشة جبنة كده من على الوش، والجبنة اختياري، مش عايزة تحطي جبنة دخليها زي ما هي الفرن. انا مسخنة الفرن جنبي على درجة حرارة 200. هدخل بقى الصينية بتاعتي في الرف الوسطاني، اول بقى ما تاخد لون من فوق هطفي عليها واسيبها تاخد لون من تحت كده خفيف، وبعد كده هطفي عليها واخرجها. اهم حاجة الفرن يبقى سخن علشان الجبنة ما تنشفش معاكي. بصوا كده بعد ما خرجت معايا بجد كانت تحفة. بصوا شكلها بصراحة بيتكلم يعني. بصوا عاملة ازاي، جربوها بجد هتعجبكم قوي. حلوة قوي وسهلة وما خدتش معانا اي وقت. بصوا هنا تعالوا نغرفها مع بعض. هي طبعا كانت لسه معايا سخنة. بصوا يعني سخنة ومش متفرولة ولا اي حاجة، ولا المكرونة متكسرة ولا اي حاجة. بصوا عاملة ازاي، بجد جربوها هتعجبكم. كده خلص الفيديو معانا، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.